السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم معايا في حلويات نور. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحة جيدة وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. وصفة اليوم ان شاء الله كما راكم تلاحظوا راح نشوفوا حلوى جافة بمكونات جد بسيطة وطريقة جد سهلة في التحضير وبكمية رائعة. هذه الحلوى يا البنات تجي من اروع ما يكون، بزاف بنينة وتذوب في الفم. مباشرة نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله، ونحتاج في وصفة اليوم مقدار 250 جرام من المارغرين تكون طرية. راح نضيف لها نصف كأس من السكر الناعم ما يعادل 50 جرام. راح نزيد نضيف ربع كأس من الزيت ما يعادل 30 جرام. نخلط هذه المكونات بالخلاط الكهربائي مدة دقيقتين كاملتين حتى يتغير لون الخليط يصبح أبيض تماما. هذه الخطوة بزاف مهمة يا البنات، الحلوى تاعكم راح تجي بزاف هشيشة وتذوب في الفم. إذا كما راكم تشاهدوا لون الخليط، راح نضيف الآن 2 من صفار البيض. نكمل نخلط هنا الصفار جيدا بهذه الطريقة. وهنا راح نزيد نضيف ملعقتين مملوءتين من العسل، يعني 2 مغارف يكونوا معمرين من العسل. العسل هنا راح يعطيكم واحد الذوق رائع للحلوى تاعكم يا البنات. راح نزيد نحط ملعقة صغيرة من الفانيليا تكون مملوءة بهذا الشكل، ونحط كأس إلا ربع من الكاوكاو المحمص والمطحون بقشوره، و2 ملاعق من الججلان المحمص أي السمسم. نكمل نخلط هذه المكونات جيدا. وهنا راح نحبس ولا نوقف الخلاط الكهربائي وراح نبدأ نحط في الفرينة أو الطحين. والفرينة هنا راح نحط الكأس الأول يكون ممسوح بهذا الشكل. عيار الكأس المستعمل 220 ملي، نفس العيار اللي نستعمله معاكم دائما. نزيد نحط هنا الكأس الثاني، ونحط 2 ملاعق صغار من خميرة الحلويات أو الخميرة الكيميائية. نزيد نحط هنا الكأس الثالث، ونبدأ نلم في العجينة تاعي. والعجينة هنا يا البنات نحتاجوها تكون طرية، يعني ما تكونش يابسة بزاف وما تكونش جارية ومطلوقة بزاف، لأنه إذا يبستوها راح تتفتت لكم، وإذا جريتوها بزاف راح تسيح لكم في الفرن كي طيبوها. فوالا هنا راح نزيد نجيب الكأس الرابع، راح نبدأ نحط منه غير بالعقل. هنا حطيت مقدار ملعقة تقريبا، زدت حطيت ملعقة أخرى كما راكم تشاهدوا. يعني كمية الفرينة اللي استعملناها في هذه الحلوى 3 كيسان وربع تقريبا، يبقى دائما على حسب نوعية الفرينة. هنا بعد ما لميت العجينة تاعي كما راكم تشاهدوا، تحصلنا على عجينة طرية بهذا القوام. راح تشكلوها كريات ولا تشكلوها صبيعات بهذا الشكل. انا راح نشكلها صبيعات هذه المرة، لكن راح نوزنها اولا باه يجوني كامل كيف كيف. الوزن تاع الحلوى تاعنا هنا 30 جرام، واذا تحبوا كمية اكثر من الحلوى ممكن تنقصوا برك من الوزن، راح تجيكم كمية لا باس بها. انا الكمية اللي تحصلت عليها اعطت لي 32 حبة بالتمام. هنا راح نكمل شكل الحلوى تاعي كامل صبيعات بهذا الشكل، وراح نكون شعلت الفرن تاعي مسبقا على درجة 170 درجة. بعد ما نكمل شكل الحلوى تاعي ونحطها في صينية الفرن، ندخلها تطيب حتى تتحمر من أسفل وتكتسب لون ذهبي، ولا إذا تحبوا يعني حمروها زيادة راح تجيكم بنينة يعني أكثر. هنا كما راكم تشاهدوا بعد ما طابت نحيتها من الفرن، حمرتها بهذا الشكل. الحلوى تاعي ما شعلتلهاش من فوق يا البنات، خليتها طابت برك من تحت، عطيت لها وقت حتى طابت كامل. راح اخليها جانبا حتى تبرد تماما. وبعد ما بردت الحلوى هنايا راح نزينها. هنايا ناخذ كمية من الشوكولاتة البيضاء، وعندي كمية من الكاوكاو المحمص والمطحون، وكمية من الكراميل تقدروا تعوضوه بالمربى. هنا اول حاجه درتها البنات، ذوبت الشوكولا تاعي على حمام مائي. بعد ما ذابت هنايا ضفت لها ملعقه صغيره تقريبا من الزيت. هنا مقدار الشوكولا اللي ذوبتها 100 غرام. اذا راح ناخذ الحلوى تاعي هنايا ونقلاصي منها النصف فقط كما راكم تشاهدوا بهذه الطريقه. هنا يعني اذا ما تفضلوش الشوكولاته البيضاء تقدروا تعوضوها بالشوكولاته بالحليب، هذه تبقى اذواق وخيارات. اذا بنفس الطريقة راح نكمل الحلوى تاعي كامل كما راكم تشاهدوا.
وبعد ما نكملها هنايا كامل راح نحطها في الثلاجة حتى تنشف عليها شوكولا مليح، ونكمل لها التزيين. يعني من المستحسن حطوها في الثلاجة باه الشوكولا تجمد على الحلوى جيدا. فوالا هنايا بعد ما نشفت الشوكولا على الحلوى جيدا راح نكمل لها التزيين. راح ناخذ هنا الكراميل ونمسح بالبانسو هذا الجزء المتبقي من الحلوى، ونرمدها في الكاوكاو المحمص والمطحون. كما قلت لكم سابقا انا كنت حابه يعني ندير المربى، لكن ما كانش عندي، ما اضطريت نستعمل الكراميل. ولا تقدروا حتى انكم تمسحوها بالشوكولا وترمدوها في الكاوكاو عادي. يعني ما تكسروش كامل ريسانكم، ديروا الحاجه اللي عندكم في الدار وانتم تحصلتوا على اروع حلوى. فوالا بهذا الشكل راح نكمل كامل الحلوى تاعي نرمدها ونكملوا لها التزيين فيما بعد. اذا هنا نكملوا ما تبقى من تزيين الحلوى. خذيت هاد ليمون ولا هاد ليموتيف تاع النو كما راكم تشاهدوا. ذوبت شوكولاته بالحليب وحطيتها في كيس الحلواني، وراح نعمر هاد الموتيف. انا اخترت هذا النوع شويه كبير كما راكم تشاهدوا، كاين احجام واشكال مختلفه. انا اخترت هذو اللي كبار شويه. راح نعمرهم كامل ونحطهم في المجمد مدة دقيقة أو أقل يعني، وراح يجمدوا ونديموا ليهم بكل سهولة. فوالا هنا بعد ما عمرتهم راح نحطهم كما قلت لكم في المجمد. هنا كانت بقات لي كمية من الشوكولاتة البيضاء اللي كنت قلاصيت بها الحلوى. راح نضيف لها كمية من الشوكولاتة بالحليب، كانت بقات لي أيضا بعد ما عمرت هذوك ليموتيف. خلطتهم مع بعض كما راكم تشاهدوا بعد تحصل على هذا اللون. راح نحط الشوكولا تاعي في كيس الحلواني، ونجيب هنا الحلوى تاعي راح ندير لها خطوط ولا نزينها بهذا الخطوط. حاولوا ديروا فتحة صغيرة فقط في كيس الحلواني باش تحصلوا على هذه الخطوط الرقيقة. وهنا راح نجيب هذوك لي موتيف اللي كنت حطيتهم في المجمد بعد ما جمدوا كما راكم تشاهدوا. فوالا هنايا راح نبدا نزين في الحلوى تاعي ولا نديرها التزيين الاخير ولا اللمسات الاخيره. ندير لها هاد البابيون هكا بهذا الشكل كما راكم تشاهدوا، شكل بسيط وشباب في نفس الوقت. تقدروا تحضروه في اعيادكم وافراحكم. الحلوى هذه كما قلت لكم في بدايه الفيديو تقطع كميه ما شاء الله، وطريقه التحضير جد سهله ومكوناتها بسيطه ايضا. صدقوني الذوق نتاعها اكثر من رائع، جات بزاف 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 بنينه. فوالا هنايا البنات بعد ما كملت زينت الحلوى تاعي كامل بنفس الطريقة، كان هذا الشكل النهائي. شكل رائع وشكل راقي، طريقة جد سهلة في التحضير. حلوى من أروع ما يكون ومن أسهل ما يكون، جد بزاف بنينة ما نقدرش يعني نوصف لكم الذوق نتاعها. راح نقسم لكم هنا حبة. إذا حبيباتي متتبعاتي الوفيات، كانت هذه الوصفة اللي حبيت نشاركها معكم اليوم. حلوى بشكل راقي وبمكونات بسيطة. أتمنى من كل قلبي تعجبكم وتجربوها، وإذا عجبتكم نتمنى أيضا تشاركوها مع أصدقائكم وأحبابكم للاستفادة. خليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.